دلوقتي نصنف دول العشوائي. تمام. دلوقتي هنعمل زي مقارنة ما بين طريقة المبتدئين وطريقة المحترفين في الخطوات في حل المكعب. هنخلي المكعب الجانز ده للمحترفين وده للمبتدئين اللي هو الجي تي اس. تمام. احنا في المحترفين بيعمل ايه؟ بنبص نظرة سريعة على الأربعة الكروس مثلا. دي واحد اتنين تلاتة، ادي أربعة. تمام. وهدرس ان انا هعمل ايه. ادي هنا لو هتلاقي الأخضر هيبقى هنا الأحمر وهنا الأزرق. تمام. يبقى انا هاجي نظريا اهو هعمل كده وبعد كده واخد دي ورا واخد دي ودي، وبعد كده الأحمر ده هينزل مكانه كده. خلص عندي الكروس بكل بساطة وخطوات قليلة جدا. يبقى كده خلص عندي الكروس. تمام. هنا في البيجنر طبعا هو بيخلي الكروس من ناحية فوق، بيبقى لو دي غلط يقوم منزلها تحت وبعد كده ياخدها تحت لونها ويرجع يطلع بيها فوق. لو خطأ زي دي مثلا اهي، مثلا دي يجيبها ناحية لونها. تمام. وبعد كده ياخدها كده وينزل بالاتنين دول ويرجع يطلع بيها عشان تخش. وبعد كده نشوف اخر واحدة مثلا لو زي دي بيرجع ينزلها تحت وبعد كده يمشيها على لونها وبعد كده يطلعها فوق. وده طبعا بياخد منك وقت طويل. تاني خطوة عندنا المكعب، هو طبعا بيبقى ناحية تحت. بنبدأ ندور في الافتوال على البير ونشتغل من جهة واحدة. مثلا ادي واحد وبعد كده ادي اتنين وبعد كده ادي تلاتة وبعد كده ادي أربعة. خلصنا كل البيرات. اما هنا بنبقى ماسكينه من ناحية تحت ونعمل مثلا كده واحد وبعد كده دي ننزلها مثلا على الحيطة تحت وبعد كده اهي ناخدها على لونها ونعمل كده دخلت. وبعد كده دي هنا مثلا كده اهي أربعة. وبعد كده نجيب الأخيرة مثلا خمسة. ناخد وقت وبعد كده ترجع تشقلبها وتبص على حاجة مفيهاش لون أصفر تبدأ انت تدخله. وبعد كده فين هنا مفيش خالص نبدأ نعمل كده وبعد كده وبعد كده اهي. وبعد كده تشوف اللي بعدها هنا طبعا كله مفهوش لون أصفر زي دي كده. بتعملها مرة من غير حاجة اللي هي لما يجيبها كده اهي. وبعد كده بتطلع لك واحدة هنا كده وبعد كده تدخلها بقى عندك الأخيرة. وبعد كده اهي نيجي عندنا هنا الأول ال. هنعمل ايه؟ دي حالة عندنا الأول ال. بعمل كده خلص الأصفر. لكن هنا بتبدأ ان انت تاخدها كده مرة ادي التانية وبعد كده تجيب دي وبعد كده تعمل كده عشان يتحل 3 أو 4 خطوات. وبعد كده هنا عندنا ال بي ال. طبعا دي حالة عندنا خلص المكعب. لكن هنا بتمسك على ناحية الاتنين دول. اعمل كده الاول وبعد كده نعدل دول وبعد كده برجع اعدل دول وبعد كده ويخلص المكعب. طبعا فرق شاسع ما بين الطريقتين. حابين نستوضحه مع بعض الفيديو. شكرا لكم ومتنسوش اللايك والسبسكرايب. واي سؤال او اي اسئله انا موجود. السلام عليكم.